بمناسبة السنة الجديدة النهاردة بقى بفكركم بتورتة عيد الميلاد اللي عملتها معاكم من أكتر من 3 سنين. التورتة بالشكل ده كانت ترند جدا وكان شكلها يتجنن من بعد ما عملها واحد اسمه بريبي. أنا عملتها بنفس الشكل بالظبط لما طلبتوها مني، ولكن طبعا أنا شلفطت المقادير وعملتها بمقادير بيتي بسيطة جدا، بكيكة الحليب الساخن بدل الكيكة الإسفنجية، وبالكريم شانتيه بدل بقى كريمة الزبدة والجبنة والحاجات الخزعبلية دي. ومن جمالها وشياكتها حتى باريس هيلتون عملتها في عيد ميلادها. يعني هتعملوا كيكة شكلها فخم وغالي جدا ولكن بمقادير بيتي بسيطة جدا، وهتطلع معكم أحلى من أفخم محلات الحلويات كمان. وخلينا نخش بقى في المكونات. أنا عاملة ضعف مقدار كيكة الحليب الساخن، 1.5 كوباية من السكر، نص كوباية من الزيت، 4 بيضات نضربهم مع بعض لحد لما السكر يدوب تمام، وبعد كده ندخل عليهم 2 كوبايتين من الدقيق، معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، ورشة ملح، ونقلب لحد لما القوام يبقى سميك زي ما انتم شايفين كده عشان ما فيش فيه أي سوائل. 1 كوباية من الحليب و6 معالق من الزبدة، ونغليهم على النار وننزل بالخليط ده وهو سخن مولع نار كده فوق الخليط السائل، ونقلب. بعد كده بنوزعهم في صينيتين مقاس 15 كل واحدة فيهم. استخدمت شرايط الكيكة علشان الكيكة ما تبقاش قبل فوق قوي، تطلع معايا مستوية ومظبوطة كده، ودخلتها فرن سخن على درجة حرارة 175 هيطلع شكلها زي ما انتم شايفين كده. بجيب بقى سكينة مشرشرة بشيل الحتة اللي فوق اللي هي الحتة اللي فوق المقرمشة دي، والنص التحتاني ده بنقسمه لنصين، يبقى كده عندنا من كل واحدة رقين او طبقين، يعني 4 طوابق التورته دي. بغلف بقى ال4 طبقات اللي انا عملتهم بورق شفاف وبسيبها في التلاجة شويه، يفضل من قبلها بيوم. يعني معروف ان التورت او الجاتوهات لو هتعملوها تحطوا الكيكه يوم ولا حاجه بتبقى احلى والذ، بتبقى متماسكه اكتر واحنا بنزينها وبتبقى رائعه، ولكن ممكن ساعه ساعتين ولا حاجه. نيجي بقى للطبقه الخارجيه. طبعا هنعمل كريم شانتيه، مش هنعمل الحاجات الخزعبليه بتاعتهم. 2.5 كوباية ل4 كوبايات من الكريم شانتيه، وبنزل عليه بميه بارده بالتدريج واحده واحده علشان ما يخفش معايا لحد لما يبقى متماسك زي ما انتم شايفين كده. تقدروا تستخدموا باكيتات الكريم شانتيه الصغيره دي، بس هتحتاجوا منها كميه كبيره. الحاجه اللي هنسقي بيها ممكن تسقوا بالميه بتاعه الفواكه اللي بتتباع المعلبه، وتحطوا عليها شويه 7 اب او شويه اي حاجه فيها صودا. كان ممكن تسقوا بحليب بس زي ما انتم عاوزين، بس انا هسقي بالميه بتاعه الفواكه دي، وهحشي كمان بيها. حط ورق زبده كده من الجناب، حط تحت حته كريمه عشان تلزق، وافضل احشي بقى بالكريمه واحشي كمان بالفواكه، واسقيها كل رق والتاني اسقيه، واغلفها من بره، واخد بقى راحتي معاها واروح واجي معاها زي ما انتم شايفين معايا السكريبر بتاعي، وافضل بقى اسويها وصنفرها لحد لما تظبط كده. للجناش الخارجي هنحتاج شوكولاته بيضه وكريمه نسبه 1:3، يعني هنحتاج كوبايه شوكولاته بيضه وتلت كوبايه كريمه، هنسخنها ونحطها كده مع الشوكولاته ونقلبهم مع بعض، وبعد كده نحط عليهم بقى لون بينك، الوان طعام يعني او الوان مخصصه للكيكات. انا كنت بحط بالتدريج عشان عايزه اوصل لنفس الدرجه الفاتحه اللي هو عاملها. نعمل بقى الدريزل الشوكولاته بالراحه كده، نحط واحده لانها تمام ما تنزلش الاخر. نكمل نعمل الاول من بره الاطراف وبعد كده من جوه، ونسويها ونظبطها كده. وعملت الاشكال اللي فوق دي برده بالكريم شانتيه اللي انا كنت عاملاه، برضو متماسك وحلو جدا، ومن تحت سبرينكل شوكولاته. وبس كده. والفيديو الطويل موجود كامل على اليوتيوب.